عارف يا احمد، انا ساعات بحس ان بابا وماما مش مهتمين بيا ومش عايزين يسمعوني. وانا برضو بيقولوا لي استنى شوية، والشوية مش بيخلصوا خالص. عندك حق، احنا بنزعل بسرعة. نعمل ايه؟ لو ينفع الابات والامهات يسمعونا حتى لو لمدة 5 دقايق. عاوزة اقول لكل الكبار مش لازم الوقت يبقى طويل، بس نحس ان انتوا مركزين معانا. معاك حق يا احمد. في بنوتة النهاردة لما جات لي لقيتها مبسوطة جدا. قلت لها يا ترى انتي مبسوطة ليه النهاردة؟ قالت لي حصل حاجة حلوة قوي النهاردة، وهي ان ماما قعدت معايا وفضلنا نتكلم مع بعض شوية حلوين قوي. اتبسطت قوي بالوقت ده. ما كانش كبير، لكن انا اتبسطت جدا وهي سمعتني، وقعدنا نتكلم مع بعض شوية، وحكت لها عن حاجات كنت عايزة احكيها لها وحاجات عملتها وكنت فاكرة ان هي ممكن تزعقلي عليها، بس انا لما قلتها سمعتني وفهمت اسبابي، وبعد كده قالت لي اتصرف ازاي المرة اللي جاية، وانا مبسوطة جدا علشان ده حصل. قد كده ان احنا نقعد ونسمع الاطفال مهم بالنسبة لهم. تعالوا نشوف الاجابة دي منهم هم شخصيا. ازيكم يا صحابي، عاملين ايه النهارده في حلقه جديده في البودكاست على قد علينا وعنانا. الحلقه هو ان بابا وماما يسمعونا. تفتكر الافضل ان بابا وماما يسمعونا؟ انا بالنسبه لي اكيد، عشان ممكن هم يضربونا على طول وما يسمعوناش. تفتكري انتي كان الافضل بالنسبه لك ان هم مثلا يضربوكي او يعاقبوكي من غير ما يسمعوكي، ولا يعني كده احسن لما يضربوكي ويعاقبوكي لما يسمعوكي ولا ما يسمعوكيش؟ انا بالنسبه لي الافضل ان هم يسمعوني حتى لو انا غلطانه، بس يسمعوني وساعتها هم يقرروا بقى القرار العقاب هيبقى ازاي، او يعني في عقاب ولا لا. وانت رايك ايه؟ انا رايي معاكي برضو، حتى لو كنت غلطان تسمعوني. ممكن اصلا وجهة نظري داخل في وجهة نظرهم، ممكن اصلا ممكن انا من غير قصدي. يعني مثلا انت بتهزري انت واخوكي وكوبايه كسرت، واخوكي هو مثلا هو اللي كسرها، بس انت ما كسرتيش حاجه وهو من غير قصده، وابوك هو اللي ضربك. تفتكري قبل ما يضربك يا انت برد فعلك هتبقى ايه؟ هحكي له واقول له ان هو اللي كسرها، ولو ما سمعنيش خلاص بقى يعني هعمل ايه بقى. ولو سمعني ساعتها هو يقرر هيعاقب مين فينا، ويعني هشوف مين اللي غلطان. انا زي مثلا الرأي اللي انا قلت، انا لو ما سمعنيش وضربني انا هقول له بعد ما يضربني ان انا مش غلطان ويسمع وجهة نظري. لكن لكن هو سمعني، ممكن هو يقرر مين هياكل مين. بس الاحتمالية الأكبر هو هيعاقب أخويا عشان هو اللي كسرها. مثلا انت قعدتي على التليفون، أبوك ادالك التليفون مثلا الساعة 10 لحد الساعة 1، وقعدت أقل من 1 ل1:30، واللي صحي أبوكي افتكرك ان انت قعدت كل الوقت ده. هنا ردت فعلي، يعني عايزة يسمعك ولا لأ؟ اكيد لازم يسمعني الاول قبل اي حاجه، علشان ساعتها هو يقرر قرار الصح يعني، ويشوف انا فعلا غلطانه ولا لا. بس انا عندي لك سؤال، لو باباك مثلا ضرب اخوك على حاجه هو ما عملهاش، بس يعني باباك ما يعرفش ان هو ما عملهاش، ردة فعلك هتبقى عامله ازاي وباباك بيعاقب اخوك؟ مثلا طب مين يعني مثلا مين اللي كسرها؟ يعني مثلا كوبايه اتكسرت، اخوك التاني هو اللي كسرها مثلا. انا ردة فعلي انا هقول الحقيقه، انا هقول يا بابا اخويا التاني هو اللي كسرها مش اخويا دم، وخليه مثلا يعني يسمعني قبل اي حاجه. طب مثلا لو انت اللي كسرت الكوبايه؟ لا الصراحه انا هقول له ان انا كسرت الكوبايه. انا هقول لك موقف، يعني مثلا انتي ابوكي كان بيتفرج على التلفزيون، وقعدت تنهديله وقلت له يا بابا يا بابا ولا يعبر فيكي، ردة فعلك هتبقى عامله ازاي؟ عادي يعني، هروح اقرب منه اكتر، يعني هقول له يا بابا انا بكلمك، واقول له عادي. انا وجهة نظري ان انا هبقى متضايق، وكمان
ولما انا ابويا لما اقول له وهو بيتفرج على التلفزيون بيتشنج، فانا هسيبه لحد ما بس يا اما انا هروح اقول لامي ان انا اتضايقت من بابا عشان هو مش راضي يسمعني، يا اما هبقى متضايق ولما اخليه لحد ما يتفرج على التلفزيون اقول له انا متضايق منك عشان انا كنت بكلمك وانت مش بتسمعني. وواحد ضرب اخوكي، لا ثانية، اخوكي هو اللي ضرب الواد ده، واخوكي راح قال لابوك ان هو اتضرب، تفتكر وهو ابوكي كان خلاص يعني هيتشنك على الواد اللي ضرب ابنه، ردة فعلك يعني هتقولي الحقيقة ولا لا؟ هقول الحقيقة عادي، يعني هقول اخويا هو اللي ضرب الولد عادي خالص. انا بقى عندي مثال، لو مثلا اختك او اخوك يعني كان هو كان بيلعب في الاوضه اللي انت قاعد فيها وانت مثلا بتذاكر ماشي، وهو كان قاعد معاك وانت كنت بتقول له اطلع بره عشان اعرف اذاكر، وهو ما كانش راضي يطلع بره، رحت انت جايبه وشديته عشان يطلع بره، وجه باباك قالك انت ليه شديته؟ قلت له عشان يطلع بره. قالك طب انت على فكره عورت ظهره من الارض من احتكاك السجاده، ساعتها انت ردة فعلك هتبقى عامله ازاي؟ اما هقول له انا من غير قصدي هو كان بيغشش عليا عشان انا كنت عايزه اذاكر، وانا من غير قصدي ان انا اعوره فسحبته فعورت له ظهره. وحاجه تانية ان انا اقول له هو كان بيرخم عليا والتانية يعني عايزه دي بره عشان اعرف اذاكر، فمن غير قصدي راح هو اتعور. طب لو ما سمعكش، يعني هو في الوقت ده فضل يزعق وهو ما سمعكش وجاء عشان يعاقبك، هتعمل ايه؟ انا اروح اقول لامي ان انا من غير قصدي هو اخويا كان بيشوش عليا وانا عايز اصلا اذاكر، فمن غير قصدي عورته، يا اما لما يهدى خالص اروح اقول له ان انا من غير قصدي وهو كان بيشوش عليا وانا كنت عايزه اذاكر فمن غير قصدي. طب انت لو عورتي اختك هتتصرفي ازاي في الموقف ده؟ لو سمعني هحكي له، لو ما سمعنيش بقى يعني هحكي له بعد ما يديني العقاب، يمكن لو اداني يعني عقاب ان انا مثلا ما امسكش الموبايل يمكن يخليني امسك الموبايل. طب لو انت يا ارتاج ابوكي او امك سمعكي، ايه ردة فعلك؟ يعني ايه مثلا يعني اللي جواكي يعني حسيتي بايه؟ هحس بفرحة ان هم سمعوني علشان هم ادوني اهمية يعني لكلامي وموقفي يعني، فساعتها هتبسط جدا. واظن برضو كل الناس هيبقى رأيها كده ان هي تكون فرحانة ان بابا ومامتها ما عاقبوهاش الا لما حكيت لهم الموضوع وعرفوا هم هياخدوا انه قرار. لما مثلا ماما وبابا بيسمعوني، لما باجي اكلمهم وبيسمعوني ببقى حاسس ان هما مديني اهتمام اكتر من اي حاجة تاني في الدنيا. زي مثلا ايه هي الاسئلة دي، لما يعني انا اسألهم مثلا سؤال وهما يدوني اهتمام فيه كده، انا ببقى مبسوط ان هما بيعملوا معايا كده بيدوني اهتمام في كل اوقاتهم، حتى لو كانوا بيعملوا ايه بيدوني اهتمام. ولو بقى عكس الشعور ده بيبقى سيء جدا. لما اجي احكي لهم حاجه ويسمعوني انا ببقى حاسس بشعور جيد، يعني مش جيد بس، لو في حاجه فوق كنت قلتها شعور ممتاز جدا جدا جدا. انا ذات نفسي من جوايا ببقى مبسوط ان هما بيسمعوني. ولو اي حد لما يحس ان هما الاب والام بيسمعوا الطفل بتاعهم الطفل بيحس باحساس جيد جدا. لو مثلا المدرسة لما تسمعك كنت بتقولي، حتى لو كانت مثلا بتعمل حاجة في كشف، تكتب حاجة على السبورة وانت منتبه ليها، هترد عليك وكده هتحبك ان انت منتبه ليها، وفي اي حاجة بقى هتهتم معاك بيها، هتهتم بيك انت كشخصيا بقى. في مثلا اطفال تيجي تقولك طب اشمعنى هو، لا، هي المعلمة هتحبك بسبب كده ان انت تكون ملتزم، وهي بقى لما انت تروح تسألها على حاجة هتديك اهتمام اكتر. انا عارف ان انا دخلت ده في ده، بس انا حبيت اعرفكم ان دوت بيوصل لده، ان هو لما تحترم معلمتك او ماماك او باباك
او اي حد في العيلة، حتى المعلمين هتحس باحساس جيد ان هما بيردوا عليك، ان انت بتحترمهم وهما بيردوا عليك. الاحترام ده هيوصل لمكان، انت بالذات هيوصلك لمكان عالي قوي. انا برضو زيك، انا هفرح جدا ان هما يعني ادوني حاجه، يعني سمعوني قبل ما يضربوني. يعني دي حاجه بالنسبه لي فرحه. ده بالنسبه لي ان هي ادوني حاجه حلوه بالنسبه لي انا. دلوقتي هقول رسالة للكبار ان هما لما الاطفال يجوا يتكلموا معاكم تسمعوهم، مثلا ساعات بيبقى عندهم مشكلة فانتوا تسمعوهم، ويا ريت يعني تسمعوهم لحد ما يخلصوا كلامهم، وتبقى انتوا تبداوا بقى ايه تتكلموا. لو انتوا عندكم مشاغل تروحوا. اللي هممني دلوقتي يعني ان انتوا تردوا على اطفالكم. احنا بنوجه رسالة للكبار، اسمعونا قبل ما تعاقبونا. ونشوفكم في حلقه جديده في بودكاست على علينا. سلام. خلينا متفقين اننا عشان نقدر حاجة عند الاطفال بالشكل الصحيح ليها، فاحنا مش هنقدرها بمقياسنا احنا ككبار. احنا لازم ننزل بعقلنا ليهم علشان نقدرها التقدير السليم، لازم نقدرها التقدير اللي هما بيحسوه. طيب هو مهم قوي كده عند الطفل ان احنا نقعد ونسمعه؟ طبعا من احتياجات الاطفال الاساسيه ان احنا نسمع لهم، وخصوصا الاب والام. هما لما بتسمعوا لهم بيطمنوا، بيحسوا احساس الامان اللي كلنا بندور عليه. تخيلوا كده ان احنا في مشاعر واحتياجات بندور عليها ككبار، ليه ما فكرناش ان الاطفال عندها نفس الاحتياجات دي؟ ليه ما فكرناش نوفرها لهم؟ لو احنا مش لاقيينها طب ما نوفرها لهم، يمكن نلاقيها منهم هم شخصيا، صح ولا لا؟ لما نسمع اطفالنا هم بيحسوا بالامان، بتتبني الثقه ما بيننا، بيزيد الحب بيننا، وكل المشاعر الجميله بتزيد ما بيننا. تعرفوا ان انتوا لو قعدتوا معاهم مجرد 5 دقايق ده شيء بالنسبه لهم كافي. يعني انتوا ما ينفعش تقولوا طول الوقت ان انا ما عنديش وقت ليهم. هم اهم حاجه عندكم. ازاي ما عندكوش وقت ليهم؟ زي ما انتوا عايزين توفروا لهم الحاجات الاساسيه اللي هي الاكل والشرب، انتوا مش واخدين بالكم ان العاطفه بتاعتهم كمان شيء اساسي. فاحنا ليه بندي اهتمام للحاجات دي اكتر من الحاجات التانية، مع ان هي برضو اساسي؟ نعم احنا كبرنا وما تعلمناش ان العاطفة شيء اساسي في حياتنا، لكن احنا دلوقتي اوعى من الاجيال اللي قبل كده، فما ينفعش نعدي حاجة زي دي مهمة جدا عند اطفالنا واحنا نفسنا عانينا منها. من المفترض الحاجات اللي احنا عانينا من نقصها ما نخليش اطفالنا تتعرض لها او تعاني منها كمان مننا. وبالتالي لازم وأساسي ومهم إن احنا نخصص كل يوم ولو دقايق صغيرة لأطفالنا نسمعهم، عايزين يحكولنا عن يومهم كان عامل ازاي، عايزين يحكولنا عن مشكلة، عايزين يحكولنا عن حاجة جميلة حققوها. مهم جدا ده بالنسبة لهم. ومهم كمان ان لو هيحكولنا عن مشكلة فاحنا نسمعهم علشان نفهم، مش علشان نعمل ردود افعال تخليهم ينفروا مننا او انهم ما يجوش يكلمونا مرة تانية، لان مش ده المطلوب. بالعكس، المطلوب ان احنا دايما نكون اول ناس بيفكروا فيهم لما يكون عندهم مشكلة، واول ناس بيفكروا فيهم لما يكون عندهم حاجة في دماغهم عايزين يعملوها، واول ناس بيفكروا فيهم لما يكونوا حابين يستشيروا في حاجة معينة. فطبيعي جدا انه يكون دي حاجة بالنسبة لهم مهمة. لما بابا وماما يسمعوني دي بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي، وبتخلي عندهم مشاعر ايجابية حلوة جدا. فياريت تهتموا بالموضوع ده جدا، ولو دقايق صغيرة، مش لازم كل يوم، ولكن انتوا لو قررتوا ده فعلا هتلاقوا وقت. مفيش حد ما عندوش وقت، دايما بيبقى فيه حاجات بنعملها في يومنا مش مهمة دايما. فخلونا نعيد ترتيب كده أولوياتنا، ونخلي من ضمن أولوياتنا عاطفة أولادنا، زي برضو من ضمن أولوياتنا الأكل والشرب والحاجات التانية. اسمعوا أطفالكم عشان تفهموهم، وعشان انتوا الاتنين يتبني ما بينكم جسور من الحب والتواصل والود والحاجات الجميلة، وتكونوا انتوا دايما أول ناس بيفكروا فيهم لما يحبوا يتكلموا أو يستشيروا أو يحسوا بالأمان. لو عايزين تفهمونا اسمعونا.